ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ هنعمل مع بعض النهارده البوتيفور. كل سنه وانتم طيبين، بمقادير مظبوطه جدا وهيطلع معاكم ناجح من اول مره. دي بطريقه تيتا، هي بتعمل معانا البوتيفور. هيعجبكم جدا جدا، جربوا الطريقه دي وما تنسوش تدعوا اهو. معانا هنا 3 كوبايات سمنه على 3 كوبايات زبده بدرجه حراره الغرفه. طبعا هتطلعوها الزبده من قبلها بيوم بره. ومعانا هنا 3 كوبايات سكر بودرة، يعني اعيروهم في الاول 3 كوبايات سكر عادي وطحنوهم واحطهم معاكم في حاجه اهو. ومعانا هنا 12 بيضه، ومعانا 3 كيلو دقيق و3 اكياس بيكنج باودر. ومعانا هنا طقشنا البيض اهو، حطينا عليه ازازتين فانيليا سايله، او ممكن تحطوا فانيليا باودر براحتكم خالص. هنبدا بقى نعمل مع بعض اهو. هسيب لكم في صندوق الوصف مقادير الكيلو عشان اللي عايز يعمل اقل من 3 كيلو. هنبدا بقى هنضرب في السمنه اهو. هنبدأ نضرب بقى في السمنة واحدة واحدة، نفككها كده مع الزبدة. اضربها وارجع اوريكم شكلها في الصوت الدوشة اهو. بنضرب السمنة كده كويس. بعد ما السمنة نزلت مع الزبدة كده، دي بقى معلقة سكر عليها. كده اضربها كويس جدا واوريكم بقى شكلها بعد ما اضربها. هنحط بقى السكر معانا كده رشه رشه، واحده واحده كده، ونضرب. لغايه اما ينبهر بالسمنه هنبدا ننزل تاني اهو، لغايه اما نحط كميه السكر بتاعتي كلها واضربها مع السمنه. هضرب السكر والسمنه وهرجع اقول لكم هنعمل ايه اهو. انا كده حطيت بقى اخر كميه سكر وهضربها تاني، هدوبها في الزبده والسمنه. طبعا نسيت اقول لكم ان السمنه دي سمنه بلدي، لازم تبقى سمنه بلدي عشان تبقى طعمها حلو. واللي مش عنده سمنه وعايز يحط كل الكميه زبده ممكن يحطها زبده عادي، مفيش مشكله. تمام كده. نبدا بقى ندوب كل المقادير دي مع بعض. وطبعا كمان السكر ده السكر ده كده يطلع معانا مظبوط، عشان احنا لسه بنحطه في المربى وبنحط وشه في الشوكولاته وبنحط عليه حاجات التزيين. ممكن طبعا اللي بيحب الحاجه مسكره ممكن يزود نص كوبايه تاني، براحتكم جدا. طبعا احنا بنفضل نضرب في السمنه لغايه اما تعلى خالص معانا. بس هنا بقى المضرب بتاعي مش قوي جدا، فانا بنعملها في طبق واسع وبنفضل نضرب بايدينا. طبعا اللي مش عنده مضرب من الاول ممكن يعمل ايه، يفردها بايده كده، يفضل يضرب فيها بايده كده كويس جدا جدا لغايه لما تكتر معانا، عشان تشيل معانا الدقيق وتبقى ناجحه معانا ان شاء الله. نفضل بقى نضرب بايدينا كده بالشكل ده، بشكل دائري، ونلفها بايدينا كده زي ما انتم شايفين بالشكل ده. وهنخلص وهنوريكم شكلها ازاي بعد ما خلصنا اهو. ضربناه شويه بقى، هننزل بالبيض بقى مع الفانيليا اهو، واحده واحده بالشكل ده. وندمج كل المكونات مع بعض. ممكن في الخطوه دي بقى نشغل المضرب ونضرب المكونات كلها مع بعض، ندمجها بالشكل ده. طبعا اللي مش عنده مضرب هيعمل بايده، مفيش اي مشاكل اهو. هنضرب البيض مع السمنه والسكر بالشكل ده اللي انتوا شايفينه ده كده، بشكل دائري، ونفضل نلف بايدينا اهو. نقلب الاطراف كده اهو، وندمج كل المكونات بايدينا مع بعض اهي. كل المكونات كده هنضربها كويس جدا مع بعض. ممكن بقى بعد ما دمجتوا المكونات بايديكم كده ترجعوا تشغلوا المضرب الكهربائي شويه، تتضرب كويس جدا مع بعض، وبعدين هقول لكم هنعمل ايه اهو. كده ضربناه بالشكل ده اهو لغايه اما البيض كله داب مع السمنه. هنبدا بقى نفضي الدقيق واحده واحده اهو وننخله اهو. نفضي الكميه كلها، طبعا على حسب اللي انتوا هتعملوه. ده دقيق حلويات، هتجيبوا من دقيق حلويات من عند بتوع مستلزمات الحلويات. وهنفضي مع الدقيق البيكنج باودر اهو، هنفضيه مع الدقيق كده وننخلهم مع بعض اهو. نحط كمان
وهننزل بالكميه كلها ونحط البيكنج باودر برضو مع الدقيق واحده واحده لغايه ما نخلص الكميه كلها، وهوريكم بعد كده هنعمل ايه. طبعا ايه الدقيق واحده واحده، ادينا حطينا اهو الدقيق على مرتين، بايدينا كده بنلم الدقيق وبنمزجه بالمكونات بتاعتنا بالشكل ده كده اهو، زي ما انتم شايفين كده واحده واحده، مش مره واحده. هنحط واحده واحده ونقلب المكونات مع بعض كده بايدينا كاننا بنضربها اهي. طبعا اللي عنده عجان هيعملها بالعجان، واللي مش عنده هيعمل بايده اهو، زي ما احنا بنعمل كده اهو زي ما انتم شايفين. هنبدا نحط بقى الكميه كلها كده واحده واحده ونفضل نقلبها بايدينا كده لغايه اما نخلص كل كميه الدقيق، وبعدين هوريكم بقى شكله ازاي وهنعمل ايه. لم الدقيق بيبقى بالشكل ده، مش بنعجن جامد، بنلمه كده بايدينا بالشكل ده. لما بيبقى ده يتقل معانا في الدقيق اهو، ده احنا نبدا ننقص. احنا نقصنا كده والعجينه طريه كده، حوالي كان ناقص كده حوالي نص كيلو دقيق مثلا. نقصنا الكميه اهو، عملنا الكميه هنا في اللي هنعملها ابيض، ونقصنا الكميه البني اللي هنعملها كاكاو. بالنسبه بقى للكميه اللي هنعملها كاكاو دي براحتكم، انتوا عايزين تكتروا كتروا، عايزين تخلوا الابيض اكتر براحتكم جدا. الكميه اللي نقصناها دي هنزودها هنا في الكاكاو اهو. شايفين اللمه بيبقى ازاي؟ ما بنعجنش خالص، بنفضل نلم بايدينا كده بالشكل ده كده اهو زي ما انتم شايفين. ايوه بنفرد بايدينا كده اهو اهو، مش بنعجن خالص، بنعمل كده في طريقه لم العجينه بتاعتنا. مش بنعجن زي العجينه العاديه، لا بنفضل نلمها بايدينا كده اهو ونفرد فيها بالراحه خالص بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. شايفين كده العجينه بتبقاش مكتومه، بتبقى بالشكل ده كده. يعني انا عامله 3 كيلو دقيق، ما خدوش 3 كيلو كله، على حسب السمنه والبيض عندكم بيشيلوا دقيق قد ايه، يعني حسب نوع الدقيق. يعني هنا الدقيق ما شالش 3 كيلو كلها، اتبقى معايا حوالي كوبايتين كده. انما هنا بصوا ممكن تاخد معاكم اكتر يعني انتوا شايفين ده الشكل النهائي بتاعها المفروض يطلع بيه اهو، مش بتبقى مكتومه، بتبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه اهو ده. هنبدا بقى بالكاكاو، نوريكم هنعمل ايه اهو. الكاكاو اهو هندخل بالشكل ده اهو، معلقه 2 اهو، 3، احنا بنعير لكم بالمعلقه عشان تعرفوا المقدار اهو، 4، 5 اهو. وهننخله. طبعا ده كاكاو خام فاتح، لو غامق هتحطوا اقل من الكميه دي اهو. هنخلط بقى المكونات بالشكل ده. حطينا حوالي 4 معالق كاكاو كبيره مليانين على الاخر، على حسب طبعا الكميه بتاعتكم. احنا ناقصنا اقل من النص بشويه، يعني احنا خلين الكتير الابيض. لو انتوا عايزين تكتروا في البني هتخلوا كاكاو ازيد، على حسب اللون. انتوا هتشوفوا لونه بقى عامل ازاي دلوقتي وهتقدروا تقدروا النسبه اهو. بنلم بقى بالشكل ده كده اهو زي ما انتوا شايفين اهو، بنلم فيها واحده واحده لغايه اما الكاكاو يمتزج كله بالعجينه بتاعتنا اهو. هنفضل نلم فيها واوريكم في الاخر لونها بقى عامل ازاي عشان تبقوا عارفين. بس ده لون الكاكاو اهو بعد ما اتعملت اهو، وادي العجينه الابيض اهي اهو. هنبدا بقى اوريكم بقى نشتغل فيهم ازاي. نغطيه عشان ما ينشفش معانا، وهنبدا ناخد حته حته واوريكم هنشتغل بقى ازاي. لو عندكم مكنه البيتوفور، ولو ما عندكمش مكنه البيتوفور ممكن تعملوه بقمع. هنوريكم كل حاجه. بنعمل بقى باي شكل في المكنه عندنا اهو بالشكل ده اهو. هنجرب كل الاشكال وهنعمل معاك كل الاشكال. ده هنعمل بالمكنه اهو، اللي مش هيطلع مظبوط هنشيله ونحطه في العجينه ونعمل تاني اهو. هعمل كل الكميه بقى واوريكم. اللي مش عنده مكنه ممكن يعمل بالقمع، يحط العجينه وينزل بالقمع اهو. هعمل بقى كل الكميه وهوريكم شكله بقى عامل ازاي، وهقول لكم هنسويه ازاي. شكل اهو الصاج، وبعد ما رصينا فيه الكميه اهو هنسخن الفرن قبلها بشويه اهو. سخنا الفرن، هندخله الفرن سخن على درجه حراره 180
في الرف الوسطاني، ونتابع ايه السوا بتاعه، ما بياخدش كتير في السوا. هنتابع السوا بتاعه ونطلع واحده اول لما نلاقيها استوت نطفي عليه على طول ونسيبه بره لغايه لما يبرد خالص، وبعدين ايه نشيله في مكان لغايه ما نخلص كل الكميه عشان نبدا نلزقه مع بعض. لما يطلع من الفرن هوريكم شكله بعد ما يستوي. ده شكل البيتي فور اهو بعد ما طلع، جميل جدا جدا جدا، جميل ودايب دايب من جوه وجميل جدا جدا. جربوه، الطريقه دي طريقه مضمونه جدا، طريقه جدتي ربنا يخليها لنا يا رب ويديها الصحه والعافيه. احنا جبناها مخصوص عشان تعمل معانا ايه البيتي فور بالطريقه بتاعتها، جميل جدا جدا، والنتيجه هتطلع معاكم مظبوطه من اول مره. اهو ده بعد ما لزقته بمربى، جبت مربى مشمش ولزقته بيها من النص اهو، جميل جدا. لسه طبعا هزينه بالشوكولاته والفرماسين، جايب شوكولاته ابيض وشوكولاته بني وهنزينه، جميل جدا جدا. وهنزل لكم الطريقه بالظبط في مقادير الوصف، بحيث اللي عايز يعمل كيلو يعمل، اللي عايز يزود يضاعف الكميه براحتكم جدا جدا جدا. جربوا الطريقه دي وقولوا لي رايكم. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في قناتي وتتابعوا كل وصفاتي على اليوتيوب. اشوفكم على خير يا حبايبي، كل سنه وانتم طيبين، مع السلامه. ده شكل كده البيتي فور بتاعي بعد ما انا زينته اهو. عندنا هنا ده شوكولاته ابيض عليها فارماسي، وده شوكولاته بني اهو، وده الشكل بتاعها، وده شوكولاته بني عليها جوز هند من هنا اهو، والشكل جميل جدا جدا اهو. بنحطه يا اما على الصاج كده ونحط شبكه، يا اما نفرش ورق زبده كده اهو ونحطه على ورق الزبده. دي كلها افكار للتزيين اهو. ده حطاه من غير شوكولاته خالص، حطاه بلى الطرف بتاعه مربى وحط عليه فارماسي من فوق اهو. جميل جدا جدا جدا، جربوه قولوا لي رايكم. يلا كل سنه وانتم طيبين، قولوا لي رايكم. لو عندكم افكار جديده للتزيين قولوا لي في الكومنتات. اشوفكم على خير يا حبايبي، مع السلامه.